اهلا وسهلا بيكم. معاكم محمد عبد. النهارده ان شاء الله هنتكلم على ماذا بعد براءة الاختراع. النقطة دي بتأثر على المخترع بشكل كبير، واتمنى كل مخترع يعرف المعلومة دي، لان انت بتلاقي المخترع بيسجل براءة اختراع وبيفتكر تسجيل براءة الاختراع واللي انا احصل على براءة الاختراع او اللي انا اقدم براءة الاختراع دي نهاية الخطوات اللي انا بعملها. وده بالعكس، ده في ناس بتيجي عند براءة الاختراع وبيزهق، بيعتبر ان دي اخر حاجة انا ممكن اعملها كمخترع، والمفروض ان انا استنى الدعم او استنى الفرص. لا، الموضوع مش كده. عشان كده الناس تخلص البراءه وتحبط ويجي لها يعني ايه سلبيه، وفي ناس ما شاء الله، يعني في ناس ما شاء الله معايا بيسجلوا فكره واثنين وثلاثه، وبالعكس ده هو بيبدا بيبقى عنده رؤيه. هي دي الفرق، وده اللي هتكلم عنه. لازم يبقى عندك رؤيه، لازم تكون انت عارف ما بعد البراءه، لان هي البراءه مش هي دي الباب الوحيد. البراءه مهمه جدا، وده ممكن نقول الباسبور اللي بيكون معايا، اللي بيسفرني ويوديني اماكن كتيره جدا. لكن بدون اللي انا يكون معايا براءة اختراع، طبعا كاني معيش فكره. كويس؟ يعني الفكره قيمتها، لان ناس كتير بتسالني انا ينفع اعرض، ينفع اقدم، اعرض الفكره اعديها المستثمر بدون تسجيل؟ بدون تسجيل انت الفكره لا تمتلكها، وده كلام المستثمرين. يقول لي انا هعمل معاك عقد على اي اساس؟ يعني مجرد كلام واحد قال لي كلام؟ لا طبعا. البراءه هي السند القانوني اللي بيقول ان البراءه دي او الفكره دي انت تمتلكها. فدي نقطه مهمه. خلينا نتكلم على طول على ما بعد براءه الاختراع. فنتكلم اول حاجه، انت طبعا سجلت براءه الاختراع. طيب ايه الخطوات اللي بعد ذلك؟ المفروض ان انت تجهز نفسك، لازم تبقى عارفها من الاول. ما تبقاش انت خلاص انت شايف هي خلاص احنا خلصنا البراءه احنا كده الحمد لله الامور كده بقت تمام. لا طبعا، في خطوات تانية انت لازم تعملها. اول حاجه عندنا صيانه البراءه او متابعه البراءه، واللي هي الخطابات. طبعا ناس كتيره، يعني الحمد لله الناس اللي بتسجل معايا انا بتابعهم. في اوقات للاسف ناس بتنسى، بس انا بتابع المواعيد واقول له هل في جالك خطاب او حاجه. فلازم تاخد بالك اللي البراءه، ولازم تبقى عارف مستقبليا لما تسجل براءه في خطابات هتجيلك مراجعه. هو عايز يفهم منك الفكره. الهدف في مراجعه الفكره مش رفض الفكره بالكليه. هو مش عايز يرفضك ولا عايز يتحداك، هو عايز يعرف الفكره دي. يعني فهمها لي. هو بيقول لك كده فهمها لي، قول لي الفكره بتاعتك ايه، وايه الشبيه بتاعها، والشبيه بتاعها يختلف عنها ايه. ممكن الكلام نفسه بالنسبه له يتقرا دي شبيهه لدي، فهو عايز انت توضح له. فمهم ان انت ترد على الخطابات اللي هو بيبعتها لك. اي خطاب بكل جديه بكل حسب، لازم ترد كويس جدا، ولو شايف فيه اعتراض اعترض كويس، لكن لازم ترد كويس جدا، ودي نقطه مهمه جدا. تاني حاجه، في رسوم سنويه، فانت لازم تتابع حتى لو ما حدش بعت لك. تابع واسالهم انا في رسوم سنويه ادفعها، لان عدم دفعك للرسوم السنويه بيعتبر ان انت كده بتتنازل عن الفكره. للاسف طبعا اللي انت ممكن خطا غصب عنك انت ما خدتش بالك، ممكن يقول لك كده انت تتنازل عن الفكره. فلازم تدفع رسوم سنويه. لو في امكانيه تدفع 5 6 سنين قدام ادفع وريح دماغك. بعد كده عندنا التوسع الدولي. ده اختياري، انت والله لقيت الفكره بتاعتك، جربت السوق مثلا المصري العربي، لقيت نفسك عايز تتوسع تدخل في دول اكبر، فمحتاج تعمل تسجيل دولي مثلا. فكر انت لازم. اشوف انا بقول لك الكلام ده عشان انت تحط خطه قبل ما تبتدي براءه الاختراع. والله لو كتبت الخطه دي انت نفسك هتبقى عارف فعلا اختراعك ده يسوي قيمه ولا لا. فناس كتيره يعني معلش انا اسف مش قصدي على حد حاجه، بس ممكن واحد يقول لي ايه انا فكره عندي، والحاجات دي حتى اتقالت اوقات كهزار، يعني في مسلسلات وكده. يقول عندي فكره قويه جدا هتكسب الناس ملايين. كويس؟ طيب طب فين المشكله؟ لا انا عايز دعم، حد يسجل لي الفكره. عايز اقول له انت هتكسب الناس، هتكسب ملايين، معكش يعني مبلغ بسيط تسجل بيه براءه اختراع. لو انت واثق ان انت هتكسب ملايين، طب ليه مش قادر توفر مبلغ تدفع بيه براءه الاختراع؟ صح؟ ما ده كلام منطقي. لا انت كمقتنع بتبقى مش واثق. لو عملت النقط دي انت هتبقى عارف فكرتك فعلا تساوي ايه. تمام؟ فبنقول اخر نقطه، التوسع الدولي ده في حاله اللي انت شايف الفكره فعلا تستحق انها تكون دولي، او يعني السوق بتاعها بره اكبر. وزي ما قلت ده مش اساسي، ده اختياري. والله انت لقيت الظروف وعندك يعني فرصه، سجل دولي. بعد كده عندنا الخيارات التجاريه، ودي نقطه مهمه. انا كل الحاجات دي انت في الغالب انت بتقوم بيها كمخترع، يعني بعيد احنا لسه ايه ما دخلناش حد كمساعده او حاجه. كل ده انت بتقوم بيها بنفسك، وممكن تعملها من البيت، هي مش محتاجه منك غير مجهود. عندنا بعد كده الخيارات التجاريه. انت لازم تشوف الفكره محتاجه ترخيص. دي في حاله مثلا الحاجات الطبيه، الاجهزه الطبيه، هل هي محتاجه ترخيص؟ فالمستثمر ممكن يقول لك طيب انا مش ضمني. الموضوع بسيط، لازم تسال وتعرف لدرجه اللي انت ممكن. يعني انا الحمد لله عندي برضو بحث ليا تجارب في الموضوع ده. في حاجات طبيه انت محتاج تاخد ترخيص من الوزاره، فانت على الاقل لو مش هتعمل رخصه، قول للمستثمر الخطوات 1 2 3. او لو في اجراء ممكن تاخد اعتماد مثلا
من مؤسسه يعني او معينه حكوميه او كده اللي الفكره دي قابله للتطبيق، يبقى مفيش مشكله. كل ده بيعمل ايه؟ بيأيد فكرتك ويأيد قابليه فكرتك، لان المستثمر ما يعرفش الفكره دي هل دي تنفع ولا لا. فعشان تعدي له النقطه دي ما تبقاش بالنسبه لك باب ويقول لك لا طب روح دور بقى شوف هتنفع ولا لا. فانت المفروض لو انت عندك فكره محتاجه، مش كل مش كل الافكار محتاجه، بتتعامل مع البني ادم فيها حاجه خاصه، حاجه علاجيه او حاجه هتاثر على الانسان، فلازم تدور على ترخيص اللي هو يسهل على المستثمر، يخليه يقتنع، يقول خلاص تمام احنا بالنسبه للنقطه دي ما عندناش فيها اي مشكله، احنا عندنا بعد كده نبدا نفكر في الاستثمار. تمام. عندنا النقطه اللي بعد كده، انت كمخترع عندك فرص تقدر تعملها او ايه الديل اللي انت بتعمله، اللي برضه بيجي لي الاسئله دي كتير. طيب انا اعمل ايه مع المستثمر؟ اتعامل معاه ازاي؟ بص احنا قدامنا خيارات. تمام. انت ممكن تأجر الفكره، تدي حق انتفاع. عارف مثلا موضوع البراند مثلا زي كنتاكي يدي حق انتفاع مثلا في مصر او في اي دوله عربيه وهكذا. انت ممكن تدي حق انتفاع للمستثمر اللي هو ياخد مثلا حق انتفاع مثلا في دوله عربيه ما. كويس. ايه الفايده في الموضوع ده؟ اللي انا ممكن ادي مثلا اقول له لا انت هتاخد في الدول العربيه بس، انا الدول الاوروبيه هتعامل مع مستثمر تاني. دي سيستم ونظام وده ليه تكلفه. كويس. ودي ابسط حاجه. هنيجي بعد كده ممكن ابيع بالكامل، وانا وجهه نظري الناس كتيره سالتني خلي البيع بالكامل دي خليها تطلع دافع من المستثمر. ده سر، اتمنى المستثمر ما يسمعنيش. خليه هو لما يتحمس، يعني انا طبيعي ويمكن احنا كلنا تيجي مثلا في حاجه كده معينه، حد مثلا يقول لك انا يعني برضو انا بحب الانتيكه والحاجات القديمه دي، ممكن حد يقول لي مثلا ايه رايك في الجزء ده الانتيكه دي، ابص عليها مثلا قطعه انتيكه محطوطه على ترابيزه شكلها حلو قوي، هو ما قاليش اشتري الترابيزه بس هو حاططها على الترابيزه انا عجبتني قوي، اقول له انا هاخد الاثنين. فاهم قصدي؟ خلي المستثمر يتحمس يقول لك انا هاخدها بالكامل، ساعتها تقدر تتشرط. لو قلت له انا هديها لك كجزء فرانشايز يعني بسعر، وبعد كده هديها لك بالكامل بالسعر، انت تقعد تقول له، هو ممكن بعد يقعد يحسبها يقول لك طب ما تقسطها لي مثلا، يقعد بقى ايه يعني يبدا يلعبك. لا انت خليك ذكي، انت هتقدم له العرض الضيق، هو هيطمع لما يلاقي دراسه جدوى قويه، هيطمع يقول طيب لا طب ما اخدها كلها، خليه هو بقى يقدم العرض ويقول لك هياخدها كلها بكام. كويس. وفي الغالب برضو انا بقول لكم بكل امان احنا ما بنقدرش نعرف قوي الاختراع يساوي كام، بس بدراسه الجدوى برضو بيكون تقدير، فالاختراع وبيع براءه الاختراع كله حاجه تقديريه، فانت بالاتفاق ساعتها تقول اه والله انا اقتنعت او ما اقتنعتش. كويس. بس يعني ببساطه برضو اقولها لك كنقطه، انت بتشوف مثلا الجهاز بتاعك ده هيكسب قد ايه مثلا في السنه، هتقول والله انا هاخد سنه سنتين، احسبها كده، احسبها جزء من واقع الفكره. ليه؟ عشان مثلا ممكن الفكره بتاعتك مثلا ما شاء الله تكسب لها مثلا في السنه ملايين، وممكن تكسب الافات، فاكيد مش هنقيم دي زي دي. كويس. هنخش بعد كده اللي انت ممكن تاسسها ذاتيا، وبرده ما شاء الله يعني في ناس كتيره بتتعامل معايا هو بيعمل الشركه بتاعته بنفسه. انا عارف ان الطريق ده طويل، برضو انا كنت بتناقش مع واحد صديق امبارح، انا عارف الطريق ده طويل، لكن الطريق ده فيه ميزه، اللي احنا بنعمله دلوقتي واللي انا ببنيه دلوقتي من تاسيس ذاتي لنفسي، اللي انا اعمل شركه لنفسي، ده هينفع يعني اقول وانا سن كبير. كويس. وهينفع اولادي من بعدي، يعني بعد كده انا هيكون عندي شركه ليها اسم كبير، لان الشركات محتاجه وقت. كويس. لا شك مثلا خلينا نفكر بسيناريو سريع، انا ما كانش ده الموضوع بس انا لما جت فرصه انا اديكم المعلومه دي، فكر بسيناريو سريع، انا عملت اختراعي، جه حد اشتراه بقى معايا فلوس، طيب انا هعمل ايه بالفلوس؟ احطها في البنك واصرف منها ولا افكر في مشاريع تانية؟ خلينا نفكر كده، فكرت في مشاريع او يعني حتى استفدت بالفلوس في البنك وقعدت اتفسح بيها واتبسطت وكل حاجه حلو تمام. كويس. لا انا جيت قلت لا انا هعمل شركه كويس بنفسي، وهبدا انا اشتغل وابيع بيها، بدات اشتغل وابيع بيها، بدات الفلوس تبقى قليله، بعد كده الموضوع يكبر 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 يكبر، بدات الفكره تنجح. خلي بالك الانتاج بتاع الفكره ونجاح الفكره بيقعد له سنه، لا مش سنه قصدي، اقصد سنتين 3 4 5 بالكثير، ودي كلام ناس خبراء انا اتكلمت معاهم. يعني الفكره المشروع بتاعك واتفرج على اي منتج، يمكن زمان هو كان الكلام من زمان في 5 سنين، ممكن دلوقتي يقل. كويس. يعني الفكره بتاعتك مهما كان مشروعك هيشتغل لك 3 4 سنين. كويس. طب وبعد كده انت راجل مخترع، عندك امكانيات، هتقدر تجهز معمل، معاك فلوس تقدر تجهز معمل كويس تشتغل بيه، فتبدا بعد ال5 سنين يبدا الفكره 2 3 4 في استمراريه، بعد كده ممكن يتفتحوا كمان اقسام للمصانع. طبعا في نجاحات من كده كتير بتتحول من مجرد في شخص في الاول تعب واشتغل على نفسه. فكر بالطريقه دي، لو انت اشتغلت على نفسك الموضوع هيفرق معاك بشكل كبير. فده برضو اختيارك، انا حبيت اديك اختيارات. عندنا بعد كده الوصول للسوق. السوق بالنسبه لنا محتاج نموذج اولي، يعني
النموذج الاولي بس مش مجرد شرح للفكره، ده انا كمان بمنع للمستثمر او الجهه او اي حد يتكلم معايا اللي هو يعرف تفاصيل الفكره. لما انا اوريك الجهاز شغال هتقول لي ايه؟ هقول لك الجهاز اهو بحط جواه مثلا قطعه من القماش بتتحول لخيوط مثلا، كويس؟ فانا بوريك الجهاز وبشغل لك الجهاز وبحط لك حته قماش، بتلاقي من الناحيه الثانيه خيوط طلعت، بس انت مش محتاج تقول لي حاجه. تمام؟ هي الميزه كمان اللي هو بيحمي الفكره وبيمنع الاسئله اللي هي بتكون فضوليه تعرف تفاصيل. فلما بتلاقيه يسالك انت عامل ده ازاي، لا انت مش من حقك تعرف انت عامل ده ازاي. طبعا احنا عندنا زي ما قلنا بتاع ده نموذج السريه في حاله بقى اللي احنا دخلنا في تفاصيل. دي بقى نموذج السريه دي بقى بتيجي ايه؟ طبعا من الاجراءات اللي احنا بنخش في تفاصيل، لما حد يسالني في تفاصيل لا، ده انت لازم يكون في حاجه رسمي عشان اقدر ان انا اعبر لك او اقول لك والله دي عاملها بالطريقه الفلانيه او انا بستخدم الحاجه الفلانيه. فاول حاجه النموذج الاولي ده مهم جدا للمخترع، كويس؟ انا بكلمك عن نقط انت تكون عارفها من الاول. عندنا تاني حاجه دراسه الجدوى، طبعا دي اللي بنعرف بيها سعر الفكره، وبالنسبه للمستثمر دي الحاجه الورقه. تاني ورقه، اول حاجه براءه الاختراع بتطمنه اللي انت صاحب الفكره، تاني حاجه هي بتحسسه اللي دي ورقه لونها اخضر كده لانها فلوس، يعني دراسه الجدوى دي اللي بتعرفه. وعلى فكره بجد انا جربت اللي انا اعمل على شات جي بي تي او يعني اي يعني لا انا جربت على جيميناي صراحه، بس يعني ممكن تجرب تعمل دراسه جدوى ولو مبسطه، وانت تقول دي مبسطه يعني ايه؟ يعني هو هيقول لك والله الجهاز بتاعك مثلا فيه بلاستيك، ودي نقط مهمه على فكره كانت زمان بتاخد وقت كتير عشان اعرف الماده دي بلاستيك وكيلو البلاستيك بكام وانا محتاج كام جرام والكلام ده. لو احنا عملنا دراسه جدوى مبسطه وقدمناها وقلنا دي دراسه جدوى مبسطه يعني لا يعتد بيها بشكل رسمي، هتدينا بشكل عام والله الفكره دي هتكسب كذا وهتشتغل كذا. فدي نقطه كمان مهمه معانا. محتاج تجهز عرض ترويجي وعرض للمخترع زي ما قلت قبل كده، باوربوينت مثلا، فيديو تقدر تعمل فيديو انيميشن او حاجه يشرح الفكره ويقرب للمستثمر الفكره بتاعتك بتعمل ايه وبتفيد الناس في ايه. هو لا شك النموذج كويس وهنشرح عليه، بس ربما فيديو يقرب مسافات كتيره ويشجع ويحمس المستثمر اللي هو فعلا يحس الفكره واقعيه اكتر، وموضوع الفيديو ده برده مهم. عندنا بعد كده رقم 4 هنتكلم على التسويق. انت محتاج خلي بالك كل النقط اللي انا بتكلم عليها دي انت مخترع تعملها، ما تقولش انا مستني المستثمر هيعمل لي، انت الكلام اللي انا بقوله انت هتعمله وسهل عليك وقلت متاح مش صعب خالص. اول حاجه الفئه، لازم تعرف انت الفئه بتاعتك مين. ما ينفعش مثلا اقول انا عامل الجهاز ده ينفع اي حد يستخدمه، طب الجهاز ده مثلا وزنه كيلو، طب الشخص الكبير يعرف يستخدمه؟ لا. طب الطفل يعرف يستخدمه؟ لا. فاهم قصدي؟ فانت لازم تعرف الفئه بتاعتك، الفئه المستهدفه، الناس اللي بتستخدم الفكره دي ايه عمرها، يعني ايه الفئه، وبرده فئه ايه ولا بي ولا سي، يعني يقدروا يدفعوا كتير ولا يدفعوا قليل. فانت تخلي المنتج بطريقه بسيطه، تخليه مثلا من البلاستيك يكون سعره رخيص، دي مهمه تحددها. وبعد كده تكلم المستثمر اللي انت عارف، لازم تكون انت عارف كل حاجه. وبعد كده والله هو ليه وجهه نظر يقول لك لا والله انا عندي مثلا فرصه في دوله معينه انا هوصلها لفئه معينه، هو مش مشكله، هو يبدا يطور معاك ما فيش مشكله، لكن انت كشخص لازم انت تقدم هذا العرض، كويس؟ بناء علامه تجاريه دي نقطه برده مهمه جدا عايز انوه عنها. انا اتقابلت مع دكتور حاتم زغلول اللي اخترع الواي فاي نفسه اللي اخترعه دكتور حاتم زغلول مع مشاركه مع حد مخترع تاني، كويس؟ فلما بتكلم معاه هو ما شاء الله عنده شركات وعنده شركات في اختراعات وعايش بره، بس راجع مصر، عايش فتره في مصر دلوقتي. فلما بساله كنصيحه يعني قال لي بص عارف انا بعمل ايه؟ قال لي انا ما ببيعش فكره، ما ببيعش اختراع، قال لي انا اخد الاختراع احوله لمصنع، اعمل له مصنع على الورق سجل تجاري بتاع ضريبيه، قال لي وابيع شركه كامله. دي فكره عبقريه بصراحه. هو ما نفذش حاجه اهو، كويس؟ بس هو بيبيع، يقول انا ابيع شركه، ابيع سجل وابيع كذا، دي شركه. اللي عايز يشتري الشركه، هل اللي يشتري الشركه بيساوي اللي يشتري اختراع على ورق؟ لا طبعا. فده ذكاء. دي فكره برضو نقطه مهمه حبيت ابلغكم بيها، اللي انت تقدر تعمل سجل وشركه مثلا تبني على فكره، ومش مهم انت تكمل، او ممكن تبتدي بدايه بسيطه زي ما انا قلنا اللي هو عايز ياسس بنفسه، ابتدي مرحله، يا اما تدخل حد شريك معاك يدعمك يخليك تجري وتنتج اكتر، او والله بيع الشركه بالكامل، ده طبعا انت حر، ايه ده اختيارك برضه، كويس؟ عندنا بعد كده استجابه لردود افعال السوق، ودي نقطه مهمه في كل حاجه جدا، يعني قصدي في كل حاجه بشكل عام. يعني انت ايه، مش عايزك تتمسك قوي باختراعك بنفس مواصفاته مدى الحياه. انت لو لقيت اختراعك في ناس تعليقها عليه، طب ما تعدل دي، عدل لو هي فيها فايده. السوق نفسه طلب منك تبسط الفكره، انا ممكن اعمل فكره تكون صعبه جدا، كويس؟ فيجي حد يقول لي ما هي صعبه، يعني انتاجها كمان صعب، هياخد وقت مننا، طب ما تبسطها شويه. ده اللي انا لقيته بشكل عام وبخبرتي في براءات الاختراع وتسجيل براءات الاختراع. اي حد بيسجل معايا براءه اختراع
ببدا ابسط الفكره مع الحفاظ على التكنولوجيا والابتكار. يعني لازم تبسط، فكر الفكره اللي انت بتعملها دي تصنيعها هيكون ازاي. ما انت مش معقول كل اختراع هيصنعه بني ادم واحد. عشان اصنع 1000 اختراع يبقى اجيب 1000 بني ادم عشان يجمعها، حتى ده غير تصنيعها. كويس. ففي حاجات كتيره انت محتاج يعني تبحث وتعرفها وتسال عنها. يعني اعتقد انا بقول سيرش، كل ده سيرش، انت مش هتتعب باذن الله. في النهايه، في نهايه النقط اللي انا اتكلمت عنها دي، انت كمخترع ليك دور. الموضوع مش مجرد، انا ما جالتليش قصه ولا اغنيه. يعني انت هي مش اغنيه، او قصه او خاطر بتكتبه عشان الناس تستفيد منه. انت بتعمل حاجه، بتبني كيان، بتعمل حاجه مهمه جدا. زي ما بقول، احنا ممكن نعمل فكره دلوقتي تنفع اجيال من بعدنا، ممكن ناس كتيره تتاثر بيها وتستفيد منها. فما تفكرش تفكير ضيق، فكر ان انت فعلا تبني حاجه. فلما تبني حاجه عشان المستقبل، فكر بشكل جيد. وانا عارف، يعني انا برضو هقول لك بكل امانه، في ناس بتعمل فكره وممكن تخسر وبتكمل، تخش في فكره تانية، تخش في فكره ثالثه وتكمل. المستثمرين اللي هم ممكن اقول يعني بروفيشنال اول، بيعملوا ايه بقى؟ يقول لك انا اخد 10 افكار، ابدا استثمر فيهم، لو نجح منهم 3 هيغطوا كامل العشرة. وده كلام صحيح 100% وبيحصل. كويس. يعني بجد انت لو اختراع واحد نجح معاك، انت هتشوف يعني لا تتخيل. انا في قدامي مخترعين ما شاء الله، يعني ارقام خرافيه. يعني انا اعتقد والله لو اخذنا في اي دوله عربيه 10 مخترعين دعمناهم وخدنا منهم افكار عملنا بيهم مصانع، اعتقد انا ممكن اغطي اقتصاد الدوله ب 10 مخترعين بس. فاتمنى تهتموا بالموضوع، خدوا الموضوع على بشكل جدي. الموضوع مش بسيط. احنا يعني دي حاجه مش سهله. مخترع وعمل اختراع وفكر في نفس الوزاره او الاكاديميه او المكان اللي احنا بنسجل فيه، اللي انت بتقدم اختراع، انت بتقدم حاجه جديده هو ما شافهاش قبل كده. فلازم يبقى عندك مرونه، لازم يكون عندك ثقه اللي انت بتقدمه صحيح. اتعب عليه عشان الموضوع مش سهل. لازم تعرف الموضوع مش سهل، ما تبقاش هي مش هنكتب وخلاص ونقدم وخلاص وعايزين نخلص. كويس. الموضوع محتاج مجهود وترتيب قوي. خطط واكتب، والنقط اهي قدامك. قبل ما تسجل اعرف انت هتعمل ايه واعرف الخطه، ده حتى هيشجعك ويخليك تستمر باذن الله. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.